بتبدأ القصة ببنت اسمها بولين بتحلم إنها قاعدة قدام نفسها ومليانة بالدم وبتتألم وبتصحى من الحلم المفزع ده، وبعدها بتروح تفطر مع عيلتها. وأمها كانت بتتخانق مع أبوها، وأختها جريس بتكون قاعدة في أوضتها وحاطة جهاز تنفس صناعي لأن عندها مشاكل في الرئة. وأم بولين بتنتقدها لأنها بتاكل بطريقة سيئة، فبولين بتزعل وبتقوم تمشي، وأمها بتقول لجريس إنها سعيدة بوجودها في حياتها. وهنا بولين بتكون في المدرسة، بتكون في حصة عن الأمراض الجنسية، وبولين بترفع إيديها عشان تسأل المدرس، وبتسأله عن إن هل ممكن شخص يصاب بمرض جنسي لو مارس الجنس مع جثة شخص ميت. فالكل بيضحك عليها، والمدرس بيستغرب جدا من سؤالها وما بيرضاش يجاوب، وبيسأل لو في حد تاني عنده سؤال. وبتنتهي الحصة وبولين بتخرج وبتقعد جنب البنتين دول وبتسمعهم بيتكلموا عن علاقاتهم الجنسية. وواحدة منهم بتقول للتانية إن صديقها ممكن يكون مثلي، فبيجي صديقها وبولين بتقول انهم كانوا بيتكلموا عنه. وبعدها بتيجي ام بولين علشان تروحها للبيت، وبتقول لها تربط حزام الامان، لكنها بترفض. فامها بتزعق لها وبتقول لها انها لازم تكون مسؤوله اكتر من كده، وبتقول لها يومك كان ماشي ازاي في المدرسه. لكن بولين ما بترضاش تقول لها عن اي حاجه، فامها بتوقف العربيه وبتضغط على الكلاكس. فبولين بتقول لها عن كل شيء اتعلمته في المدرسه. وبعدها بولين بتحضر استشاره مع القسيس ويليامز، وبتسخر منه وبتقول له انها هتروح لطبيب نفسي هو اللي هيعالجها. فامها بتقول لها ان الطبيب النفسي هيكون مكلف جدا، وعلشان كده ابوها وداها للقسيس ويليامز. بعدها بولين بتروح الكنيسه وبتقول انها لا تؤمن بالرب ولا بتقرا الكتاب المقدس، وبتقول انها هتمارس الجنس قبل الجواز، مع انها عارفه ان ده مش هيرضي الرب عنها، وبتطلب منه يسامحها. بعدها في المدرسه لاحظ مدرسه ان اجابتها في الامتحان مش كامله، فبتقول له ان الامتحان ده مش هيأثر على مستقبلها كجراحه. فبيقول لها ان الامتحان ده في الرياضيات، لكن الرياضيات والجراحه متشابهين لانهم ما فيهمش مجال للاخطاء. بعدها بتروح مكتب المديره وبتعرف ان امها قدمت لها في كليه مش عاجباها، فبتاخد الورقه وبتقطعها وبتمشي. وبالليل بيتكلموا عن اللي حصل. امها بتقول لها انها قدمت لها في المكان ده لانها عارفه مصلحتها كويس. وبعدها بولين بتحلم انها بتمارس الجنس مع جثه ميته. بعدها بتكون في المدرسه وبتقابل الولد ده اللي اسمه ادم، وبتقول له انها مستعده تفقد عذريتها معاه، وبتدي له رقم تليفونها. بعدين بتكلم اختها عن نفس الموضوع، وبتيجي امها علشان تقومهم يتعشوا. وبولين بتحلم تاني انها في البانيو ومليان دم، وحواليها في كل حته جثث ميته. بعدها بيكونوا بياكلوا، وامها بتقول لها انها متضايقه منها لانها عملت بيرسينج في مناخيرها وانها شوهت وشها، لكن ابوها بيكون متعاطف معاها، وده خلى امها تغضب وتقوم تمشي. بعدها بولين بتبحث عن ادوات الجراحه على النت، وادم بيتصل بيها بيقول لها انه موافق، وبولين قالت له انها هتقابله يوم الاثنين الجاي، وبتقول لامها، وامها بتوافق لدرجه انها بتعمل لها المكياج بنفسها. وبتقابل ادم بالفعل، وبعدها بتروح الكنيسه وبتطلب من الرب انها ما تكونش حامل. وبعدها بتحلم انها حامل وبتجهض الحمل بنفسها وبتصحى. وبعدها في المدرسه بيكون المدرس بيرد على اسئله الطلاب، وبولين بتفحص دمها علشان تتاكد انها ما جالهاش اي مرض جنسي. بعدها بتسال ادم وصديقته هل عندهم اي مرض جنسي، فبيقول لها لا، فبتطمن وبتمشي. بعدها بتروح للقسيس بتقول له ان العلم بيختلف عن الدين، وبتقول له عن احلامها الجنسيه، والقسيس بيستغرب جدا منها. وبعدها بتروح تصلي وبتطلب من الرب انه يشفي اختها ويقتل امها. وبعدين اختها بتسالها عن العلامات اللي على بطنها، فبتقول لها ان في بنتين في المدرسه بيتنمروا عليها وهم السبب في العلامات دي. بعدها بتشرب مشروب بيسبب الترجيع علشان تنتقم من ايبيجل اللي بتتنمر عليها، وامها بتكون متضايقه منها لانها بتدعي المرض علشان ما تروحش الكليه اللي امها عايزاها. وبعدها بيروحوا حفله، وجريس بترقص مع الولد ده، وامها بتزعق لها، وولد بيطلب من بولين انها ترقص معاه وبتوافق، وبيسالها عن الحبوب اللي في وشها، فبتقرب منه فبيهرب منها خوفا من انه يتعدى منها باي مرض. بعدها بتروح المدرسه وما بتروحش الحصه، وبتدخل المكتبه علشان تقرا عن الجراحه. ولما بترجع البيت امها بتزعق لها لان المديره اتصلت بيها وقالت لها ان بولين ما بتحضرش الحصص. فبولين بتقول لها انها بتحضر بدليل ان معاها الكتب كلها، فامها بتعرف انها بتكذب وبتضربها على وشها. وبالليل بتسمع امها بتقول انها بتكرهها، وده بيخلي بولين حزينه جدا وبتعيط جامد. بعدها بولين بتتمشى في الشارع وبتلاقي طائر ميت، فبتاخده علشان تشرحه وتطبق اللي اتعلمته من كتب الجراحه، وبتكون حابه الدم جدا وبتلحس ايديها اللي مليانه بدم الطائر. بعدها بتكون على السرير وبتسمع ايبيجل واقفه قدام بيتها بتتنمر عليها، فبتغضب جدا وبتروح المدرسه وبتضرب راسها في الدولاب الحديد. بعدها المدير بيحقق معاها وهي بتدافع عن نفسها، لكن المدير ما بيقتنعش وبيقرر يعاقبها. بعدها ابوها قرر يوديها لطبيب نفسي رغم انه غالي جدا، لكن كانوا خايفين عليها لانها بدات تتجنن خالص. وبولين قالت لهم يوفروا الفلوس علشان الكليه. بعدها ام بولين بتقول ان الدكتور بتاع جريس بيقول انها لازم تزرع رئه لان حالتها بتسوء. بعدها بولين بتقول لجريس انها مستعده تعمل اي حاجه علشان تعالجها. بعدها بتحلم بانها بتعمل عمليه جراحيه لاشخاص ما تعرفهمش. بعدها بتعمل لابوها شاي وبتكون حاطه فيه مخدر علشان ينام، وبتخرج وبتلاقي بنت بتلعب نط الحبل، فبتقول لها انهم ممكن يلعبوا مع بعض، وبيتمشوا مع بعض وبتخنقها بالمخدر وبتنيمها. بعدها بتروح لجريس بتقول لها انا مش عارفه اللي هعمله معاكي ده صح ولا لا، لكن انا متاكده انك هتشكريني عليه. وقبل ما تبدا اللي هتعمله بتقص شعرها وبتحضر المعدات، وبتبدا العمليه الجراحيه في الجراج، وبتستخرج رئه البنت علشان تنقلها لاختها.
وحطتها في التلج. وامها بتوصل البيت ولقت ابوها نايم ومربوط في الكرسي، وبتدور على بولين لحد ما بتوصل لها. وبولين بتقول لها انها عملت اول عمليه جراحيه ليها، وامها بتحضنها وهي بتصرخ وبتعيط. وبولين بتقول لها وهي بتعيط انها عملت كل ده من اجل اختها. وبيخلص الفيلم هنا. سلام.